اهلا بيكم على قناة البورصاجي. النهاردة الفيديو التحليلي للناسداك، وقبل ما ابتدي الفيديو بتاعي انا عايز اقول لكل واحد دخل مجال التريدينج او التداول بيحصل له حاجة من الاتنين: يا اما بيخسر فلوس ويجيف اب ويستسلم ويمشي ويسيب المجال، ودول كتير، وفي اللي بيكمل ويبتدي يتعلم ويبتدي يعرف ايه الفاندمنتالز او الاساسيات بتاعة المجال ده، ويبتدي كل يوم يطور نفسه بحيث ان هو يتعلم يقدر يعمل فلوس. هو الهدف من الفيديوهات حاجة واحدة بس، ان الناس اللي قاعدة عمالة تشتكي من الظروف ومن حال البلد ومن الضغوطات الاقتصادية، انا بحاول بس اقول لهم يا جماعة في واي تانية او في طريق تاني ممكن تعمل منه فلوس، بس لازم تتعلم الاساسيات بتاعته، لازم تتعلم اللغة بتاعته، ازاي تحلل، ازاي تختار السيت اب بتاعك، ازاي تختار صفقاتك، لازم يبقى الهاي تايم فريم هو ده اهم حاجة بتشتغل عليها. لان انا كنت في يوم من الايام مكان الناس دي وكنت بستراجل وكنت بكافح عشان اعرف بس الموضوع ده بيمشي ازاي، بس انا ما رضيتش استسلم. خسرت فلوس كتير، طبعا خسرت فلوس كتير جدا، وفلوس مش كانتش يعني فلوس ما كانتش زياده عندي، لا دي كانت فلوس من الاساسيات، يعني كانت الفلوس اللي انا بحتاجها في الشهر وبيتي وكده. بس هو الفكره كلها ان هو كل بيزنس كده او كل مجال اللي انت بتخشه لازم بتدفع ثمن الاول التعليم. الفيديوهات اللي انا بعملها دي فور فري، انا ما باخدش منك حاجه ومش عايز منك حاجه ومش عايز فلوس اصلا. للناس اللي بتتابع القناه، ان في مصدر دخل اضافي ممكن تعمله ببس انك تبقى فاهم المجال بيمشي ازاي، انك تطور نفسك فيه، انك يوم عن التاني تفرق عن بقيه الناس. مش مهم تعمل فلوس دلوقتي قد ما مهم تفهم البروسيس، قد ما مهم انك تبقى عندك بروسيس واضحة وصريحة وانت ماشي عليها وكل يوم بتتطور فيها، هو ده النجاح، لان الفلوس هتيجي ان شاء الله. خلينا نبتدي الاول معاكم بالناسداك النهارده الويكلي اناليسيز. انتوا عارفين كل يوم اتنين بحب اقعد قعده الاناليسيز كده واشوف كاني قاعد مع نفسي بالظبط، واشوف الشارت عايز يروح فين وعايز يجي منين وايه الحاجات اللي احنا هنستناها. انا فاتح الشارت على الويكلي زي ما انتم شايفين فوق اهو على الوان ويك. فاول سؤال بساله لنفسي هي شمعة الاسبوع اللي احنا فيه ده، النهارده يوم الاثنين والنهارده اول اسبوع التريدنج، اول يوم في اسبوع التريدنج، فانا اول سؤال بساله لنفسي هي الشمعة دي هتطلع لفوق ولا هتنزل لتحت؟ وعشان اجاوب على الاسئله دي طبعا او اجاوب على السؤال ده بالذات، لان هو ده الهاي تايم فريم او هو ده الاناليسيس بتاعي، الفاندمنتال اناليسيس اللي هبتدي ابني عليه كل حاجه وكل الناريتيف بتاعي. لازم اشوف كام حاجه الاول. اول حاجه بشوفها طبعا الليكويديتي فين، ادي واحد ليكويديتي هنا، باي سايد ليكويديتي. شوف الفيديوهات تلاقي كل ده بيتكرر، هو سيناريوهات واحده من فوق لتحت. عشان اللي سألني على الموضوع الايكوليبريم، باخد من اخر الرينج لاول الرينج، والخط اللي في النص اللي هو ال 50% اهو شايفين 0.5 ده الايكوليبريم بتاعي. ليه الايكوليبريم مهم؟ عشان الايكوليبريم مهم لما يحل البرايس بيحب يطلع يعمل عنده اعاده تسعير او يعمل عنده ريبرايسنج، ويا سلام لو فيها حاجه كمان فيها ليكويديتي او في فير فاليو جاب زي هنا مثلا. اوريكم برضو الحته دي، شايفين الفير فاليو جاب دي مثلا، دي فير فاليو جاب. فير فاليو جاب دي تهمني في ايه؟ تهمني انها في حته البريميوم فوق الايكوليبريم، يعني بيسموه البريميوم وهنا الديسكاونت. اوكي دي منطقه الديسكاونت، فالبرايس يحب يطلع يريبرايس في الحته البريميوم دي وينزل. هنا طبعا ما لحقش او ما قدرش يخش في الحته بتاعت الفير فاليو جاب، وده يخليني برضو سسبكت ان النازله جايه، لان في ناس حاطه ستوب لوز بتاعها هنا وهنا، شايفين ريلاتيف دي بيسموها ريلاتيف ايكوال هاي، وعندك الليكويديتي تحت. فاحنا قدامنا التو بروبابيلتيز، السيناريوهين، السيناريو اما يطلع يهانت الناس اللي حاطه الباي سايد مع الفير فاليو جاب مع الاوردر بلوك مع كل حاجه هنا فالت طبعا، او هينزل على طول يهانت الناس اللي حاطه الستوب بلوز بتاعها يعني. طيب عشان اجاوب بقى اعرف البايس بتاعي ماشي ازاي. البايس بتاعي عشان تعرفوا زي ما انتم شايفين كده، الويكلي اداني فير فاليو جاب هنا عظيمه جدا على الوان ويك، هحطها هنا شايفينها دي فير فاليو لسه عاملها اهو، فير فاليو تحت الايكوليبريم بالظبط. هل دي هيحترمها ولا مش هيحترمها؟ الديلي هو اللي يجاوب عليا السؤال ده. ننزل على الشارت الديلي ونشوف المنظر من هنا عامل ازاي. الديلي بقى مهم جدا انك تبقى عندك الناريتيف بتاعك. ليه بقى؟ لان زي ما انتم شايفين هنا باي سايد ليكويديتي وهنا السيل سايد ليكويديتي، واحنا هنا في منطقه الايكوليبريم، البرايس طلع
عمل ريبرايسنج هنا او عمل اعاده تسعير في الفير فاليو جاب اللي هنا مع هانت الباي سايد ليكويديتي اللي هنا. الناس اللي حاطه الستوب لوس بتاعها هنا وراها برضه هنا الناس، في اكيد ان الناس حاطه الستوب لوس بتاعها هنا طلع عملها هانت. اوردر بلوك مع فير فاليو جاب وراح نزل. النازله دي تديني انديكيشن ان احنا لا احنا نازلين، يا اما نهانت هنا يا اما هنريبرايس هنا وهنطلع بطريقه غاشمه نكسر كل دول تاني. السيناريو الاوقع في الاسبوع اللي احنا فيه ده ان ده ال ده التارجت بتاع الاسبوع ده شكله يعني. طبعا مش اكيد لسه النهارده يوم الاثنين، لسه ما عندناش انسايتس كتيره عن الماركت عايز يروح فين، بس الانسايت الوحيد اللي عندنا زي ما انتم شايفين البرايس طلع عمل فير فاليو جيب هنا على الويكلي هنا وراح نزل. شايفين الدايز هو ده بقى الديلي بايز اللي انا بتكلم عليه. ايه الديلي بايز يعني؟ ال اليوم بيكسر ويروح فين يعني. شايفين هنا البرايس نزل بطريقه غاشمه ازاي، كسر وقفل تحت. سيبك من دول عشان دول كونسوليديشن. برايس هنا برضو راح نزل وقفل لتحت، فتوقع ان دي هتنزل كده وتطلع وتقفل. هتشوف هيهانت هنا ولا لا، لان لو جاب وهانت هنا وقفل تحت اليوم اللي قبليه، لو قفل الشمعة دي قلبت ونزل هنا وقفل تحت هنا، يبقى احنا غالبا خلاص ارجوينج ان احنا نروح في الحتة اللي تحت. تعالى ننزل على ال1 اور ونشوف الدنيا هتمشي ازاي، ونشوف الاناليسيس بتاعنا والكي ليفل اللي احنا هنحطه علشان نشوف ال1 اور البرايس عايز يعمل فيها ايه. شايفين على ال1 اور البرايس ابتدى السيل سايد او ابتدى السيل سيناريو من هنا، كسر طلع عمل ريبرايسنج، كسر طلع عمل ريبرايسنج، كسر قعد يأكيوميليت في الفيرفاليو لغايه ما كسر تاني. وشايفين هنا اول ما طلع، شايفين بقى الشغل على ال1 اور بيمشي ازاي، النارتيف بقى اللي انا بقولك عليه. لا انت لو النهارده عشان تشوف قد ايه البرايس كان فيري ريسبكت الفير فاليو جابس، هشيل دي عشان دي على الويكلي، هشيلها دلوقتي مش محتاجينها. احط ال1 اور دي. شايفين بص البرايس عمل ايه، طلع عمل ريبرايسنج في الفير فاليو جاب اللي فوق دي. شايفين ابتدى ينزل. لو قلت لكم لو كسر النهارده يوم الاثنين كسر تحت هنا وقفل اليوم على هنا، يبقى احنا لسه داخلين على الداون سايد ورايحين على السيل سايد اللي تحت، اللي على الويكلي اللي تحت اللي هي دي. بعد ديلي عشان تبقى ده هيبقى الاوبجيكتيف واحد. اوبجيكتيف اتنين ان هو الريليتيف ايكوال لو اللي تحت دي هتبقى واحده من الحاجات اللي البرايس عايز يروح لها ويحاول يهنت الناس اللي حاطه الستوب فلوس بتاعها هنا. ال1 اور زي ما انتم شايفين البرايس ابتدى يجري اهو، عشان الناس اللي عايزه تخش تريدات يوم الاثنين يوم الاثنين مش يوم تريدنج، لازم تتعلم تشوف البرايس بيعمل ايه. شايفين الجري ده كله طلع. بص الريبرايسنج عمل فين، شايف الفير فاليو جاب احترام لنص الفير فاليو جاب. يا جدعان الحاجات دي مهمه قوي والله العظيم، اللي عايز يتعلم حاجه في المجال ده لازم ياخد باله من التفاصيل. اوريكم تفاصيل محدش بيقول لكم عليها والله العظيم. شايفين النص الفير فاليو جاب، شايفين ده النص الفير فاليو جاب. شايفين البرايس احترامها ازاي يعني. شايف جسم الشمعة ما عداش، عمل طبعا وكايه، سيبك من الوكايه دي ولا اي حاجه. جسم الشمعة يقول لك ان احنا نازلين، احنا مش قادرين نطلع. فده التارجت طبعا بتاع اليوم النهارده. وزي ما قلت لكم يوم الاثنين والثلاث ده بيدونا انسايتس كده زي ما انتم شايفين. لو اتكسر ولقينا البرايس تحت هنا بكره او على بعد بكره، خلي بالكم الاسبوع ده فيه خبرين مهمين جدا، السي بي اي والبي بي اي، ودول بيحركوا الماركت بصوره غاشمه جدا. فانت لو لقيت البرايس قفل تحت اليوم بتاع امبارح وكسر تحت هنا وقفل، اعرف ان احنا كده غالبا هنبقى نازلين في الداون سايد او نازلين على السيل سايد ليكويديتي، وهنسيب بقيه الاسبوع يحدد لنا البرايس هيمشي ازاي. بس انا كده على السيناريو اللي انا حاطه، ان الويكلي بتاعي كده بايس، او البايس بتاعي بتاع الويكلي هيبقى بيرش النهارده، بيرش حتى لو طلع حتى هنا. بس دي كسره ماركت ستراكشر باينه قوي، وعمل برايسنج في الفير فاليو جاب ما عداش نص الفير فاليو جاب. شايفين السوينجايه دي اتكسرت ازاي. فده يديني انديكيشن احنا نازلين للحته دي. ده كده التحليل بتاعي بالنسبه للناسداك وبالنسبه للحاجات اللي انا مستنيها. فانا مستني اشوف الحته دي، ده الكي ليفل اللي انا هستناه في ما بين النهارده وبكره، وده الكي ليفل اللي انا هستناه ما بين لو
ممكن يعكس ويكسر لفوق، لو كسر لفوق هيبقى يكسر في الفاليو جاب دي ويطلع يجيب الناس اللي حاطه الستوب لوس بتاع هنا او حته الاكوليبريم، وساعتها هيبقى عندنا اسبوعي قلب لبولش بدل بيرش. اللي محتاج اي حاجه يكتب لي في التعليقات. بشكركم والى اللقاء.